اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يلا نشوف فيديو النهارده. عايزه اقول لكم صباح الخير. لسه صاحيين بنحضر فطار. فطارنا النهارده يكون طعميه سردين وحاجات بقى، انتوا عارفين التحابيش بقى، بما اننا موجودين كلنا مع بعض وملمومين. كان طماطم وجرجير ومش وفول وطعميه وشطه مقليه وسردين حادق وعيش طبعا. بس كده كان فطارنا بسيط ويومنا بسيط في الفطار، وحاجه بصوا اخر دلع بالنسبه لنا، اخر دلع لان احنا مش كتير بنتجمع على الفطار، لان احنا الفطار بتاعنا غالبا بيبقى سندوتشات سريعه، شاي بلبن وبسكوت كده، حاجه سريعه يعني الصبح، لان احنا خلاص دلوقتي في جو دراسه. فبما اننا ايه عندنا دروس ومش فاضيين وبنصحى بدري وبنجري وهكذا، فمن النادر ان احنا نتجمع ونعمل صينيه فطار حلوه كده. خلصنا الفطار ودخلت على المواعين بسرعه. كان عندي شويه مواعين. اولا كنت عامله معاكم مقطع المواعين من البدايه، بس المقطع ده اتمسح فقدر الله ما شاء فعل. المهم يعني كان كنت بعمل المواعين، عملت المواعين وخلصتها. قلت علشان خاطر لما اجي اعمل غدا يبقى يومي بسيط ويبقى الدنيا رايقه معايا في المطبخ. ليه؟ لان الحوض ما بستغناش عنه الصراحه. بعمل فيه كل حاجه، فاهمين اللي هو ايه يعني. بخلص عايزه اغسل فيه حاجه، اشطف فيه حاجه، اتبل حاجه او اغسل حاجه، طبعا فراخ او طيور او سمك او حاجه وانقعها، لازم يبقى الحوض نضيف يعني. فبصراحه ما بتبقاش تتكوم عليا، بتبقى تعدي بسرعه يعني، اول باول كده واحنا واقفين بيكونوا خلصت يعني. بس قلت بقى اغسل المواعين واخدكم جوله سريعه كده مع شويه الرغاوي بتوعنا دولت والاطباق والصواني، لانهم ما كانوش مواعين كتيره. تمام. يومنا بقى بيمشي على اننا طبعا اللي معاها اولاد زيي عارفه ان لازم تصحى بدري، لازم يومها تكوني يعني، لازم اكون سابقه اولادي بخطوه، اللي هي الخطوه اللي هي انا قبل بشويه يعني، انا قبلهم في اي حاجه، اللي هو هحضر فطار، هجهز حاجه، اعمل حاجه، اكون انا قبل ما هم يكونوا هيطلبوا الحاجه، انا عارفه ان هم هيطلبوا ايه، بكون انا جاهزه قبلهم بشويه يعني. بحضر بقى ان كانت مثلا ميه عايزه تتعمل، اجهز ميه. طبعا احنا في حر وكده، عايزه اعمل ميه ساقعه. انتوا فاهمين الحاجات اللي هي كده دي. عايزه اجهز لهم مثلا الفطار، عايزه اجهز غدا بدري علشان طبعا بيروحوا دروس ويجي ما بين الدروس طبعا جاعوا كده الحاجات دي. الازازه دي بتاعتي بملاها، بحطها جنب مني، بحطها في التلاجة، وبعدين بحطها بقى ايه، بجمدها شويه يعني واطلعها، افضل ايه رايحه جايه اشرب فيها كده علشان ما انساش نفسي في الميه. تمام. وبعد كل يعني بين كل حبه وحبه كده بنساش نفسي برضو، بعمل حاجه لنفسي كده اشربها، حاجه كلها كده، علشان خاطر ان انا برضو جه عليا وقت كده وخلاص هبطت، اللي هو تنيت اشتغل 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 وشويه شغل في البيت حلوين، ونسيت نفسي خالص في الاكل وفي الميه. لقيت نفسي هبطت مره واحده وجالي هبوط في السكر. فالحمد لله بقى، الله المستعان. المهم بقى قلت بقى ايه، اخلص بقى المواعين معاكم وشطب يومي. عايزه اقول لكم اليوم بقى كان حلو، ماشي حلو، بس يعني الحمد لله. انا كنت اصلا تعبانه بقى لي فتره. تعالوا بقى اوريكم هنا زياره ماما. ماما بعتت لي بقى حاجات، طبعا الاهتمام ما بينطلبش يا جماعه. والله الاهتمام ما بينطلبش. ففجاه كده لقيت ماما بتتصل عليا بتقول لي هي عارفه ان انا ما رحتش السوق عشان انا كنت تعبانه، فراحت قالت لي بقى ايه خلاص استني. اتصلت عليا العصر كده الاء، وقالت لي خلي بالك من التليفون عشان لو حد اتصل عليكي. طب مين اللي هيتصل عليا؟ قالت لي مندوب هيتصل عليكي. طب ليه؟ قالت لي كده. طبعا طلعنا الطبق اللي هو الملفوف ده، ما كنتش عارفه فيه ايه لسه والله، ولا اعرف هم اصلا باعتين ايه ولا هيعملوا ايه. فطبعا عشان انا كنت تعبانه، عارفين ان انا ما نزلتش السوق وما جبتش حاجه يعني للولاد وكده، فهم كانوا ناعين هم يعني ان انا اكون مثلا بيت فاضي، تلاجة ما فيهاش حاجه كده يعني. انتوا عارفين الامهات بقى وانشغالها يعني. بس مش كل الامهات حنينه على فكره، عايزه اقول لكم ان مش كل الامهات تعمل كده. المهم بقى لقيت ماما جايبه لي بطاطس وطماطم وبصل شطه وبدنجان وليمون وخيار، يعني تسويقه للبيت كامله بما اني ما نزلتش. وجايبه عنب للولاد. والطبق بقى اللي هو الملفوف بقى هناك ده كان بطاطا شوياها وبعتها عشان معتز وعلي بيحبوا البطاطا، فهي عارفه يعني ايه، عارفه اولادي بيحبوا ايه وكده. بس وهنا بقى لقيت المفاجاه بقى، لقيت ايه بقى، لقيت منديل. انا مش بتاعت مناديل يا جماعه، انا مش بتاعت مناديل. منديل واحد ما ينفعنيش، انا عايزه باكو مناديل بحاله. في ظل الظروف اللي احنا فيها منديل واحد ما ينفعنيش. اقلب كده واطلع مناديل ازاي يعني؟ بعدين منديل واحد؟ لا 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 لا، انا مش، انا بص انا غير راضيه عن الموضوع ده. منديل واحد ما ينفعش، انا عايزه علبه المناديل بحالها.
بهزر يعني يا جماعه. لقيت ماما بقى بعتلي فلوس في قلب الكيس في المنديل ده. قالت لي في منديل في الكيس وبقى طلعي. قلت لها لا مش بتاعت مناديل، انا عايزه اقول لك اهو. طبعا انا كنت معترضه اصلا ان هي تجيب لي حاجه والله، لان يعني انا والله انا عارفه الظروف وعارفه كل حاجه وطبعا كل واحد ربنا يعينه على اللي هو فيه. بس انتوا فاهمين يعني، هي بقى كأم ما لما لقيتني تعبانه. شكرا لا اله الا الله. المهم بقى بعتت لي علبه كحك من كحك العيد بتاعها مش خلصانه عندها، وقالت لي لا خدي بقى علبه كحك عشان خاطر الولاد وكده. بس طبعا تسلم ايديها. وبصل بقى، وكانت بعتها كيس فيه بتاع ده كريمه جاهزه للولاد علبه، وعصير بطيخ. وكانت بعتها اللهم صل على النبي، كانت بعتها برضو قطعتين فراخ لمعتز علشان هو بيحب الفراخ وهي عارفه. 3 قطع بيشاور لي بيقول لي 3 يا ماما 3. تمام. ف بس انا بمنتج الصوت وهو قاعد جنب مني بيذاكر، فعمال يقول لي 3 بيشاور لي عشان قايله له اسكت ما تطلعش صوت. هنا كنت بفتح معاكم بقى ايه، هشوف الشنطه دي فيها ايه او الطبق ده فيه ايه. قبل ما افتح كده كنت شاكه، كنت عماله احسس عليها كده اقول ايه ده كفته. وبعدين رجعت تاني قلت يمكن كيكه عشان سخنه، لان حسيت ان الورق الملفوف بيه سخن. فبقيت عماله اقول لنفسي يعني ايه، انا عايزه اعرف بقى حب استطلاع، فخليته للاخر يعني. فاكتشفت ان هي بطاطا. شو بقى حنيه قلب الام بقى لما تعرف ان بنتها تعبانه ونايمه بقى ومش قادره تتحرك ولا عارفه تعمل اي حاجه. اه والله الحمد لله. ولا يا جماعه كنت تعبانه شويه، بصوا اللي هو ايه، انا قايمه صاحيه وكويسه وما فينيش اي حاجه واخده علاجي والدنيا تمام، واخده علاج السكر واخده علاج كل حاجه ومظبطه الدنيا. بس ما كنتش قست سكر او حاجه. فجاه لقيت نفسي وقعت وهبطت، مش قادره، حاسه ان حد طلع قلبي ومسكه كده عمال يرج فيه بره شغال بره. وايديا بتترعش على اخر ومش حاسه بقى باي حاجه. وهو خلاص انتوا عارفين مسكت كوبايه ميه والله العظيم من رعشه ايدي من الهبوط ما كنتش قادره امسكها. بقيس السكر لقيته تحت ال70. تحت ال70 ده اللي هو خلاص توفاها الله. وبعدين لقيت ماما حاطه لي قطعه جبنه قريش وحاطه لي جبنه بيضه وجبنه رومي. تمام. آه والله بعت حاجات كتيره انا ببقى زعلانه لان انا عارفه ظروف، يعني انا مش من النوع اللي مش بتعشم في حد، لان انا عارفه الظروف عند الناس كلها زي بعضها. فمش ما ينفعش ان انا اتعشم في حد او الوم على حد او استنى ان حد يعمل حاجه او كده، لان انا عارفه ظروفهم والله. بس ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه ويشفيها ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى كنت بفتح الكيس ده كان فيه ايه. كانت حاطه لي عنب كمان والله، يعني التسويقه بتاعتها الكريمه، كريمه المعتز. بس. وكان عصير اللهم صل على النبي، عصير بطيخ. وهنا بقى كانت حاطه لبن، كنت جايبه لي لبن برضو. وكانت جوافه، لا كانت مقطعها لي، قالت لي الجوافه دي يا ام عدي انا اللي قطعتها واعمليها عصير. انا عرفت اصلا ان دي مش تقطيعه ماما، والله العظيم من قبل ما تقول لي ان انا مقطعه لك، انا ام عدي اللي مقطعه الجوافه الاء اختي. وانا عارفه ان دي تقطيعه الاء. ليه؟ لان التقطيعه صغيره ومحندقه كده وكيوته في نفسها، فاهمين اللي هو عرفتها بقى. لان انا عارفه اصلا مسكه ايد ماما في كل حاجه، يعني لمسه ايديها بعرفها. وهنا بقى كانت ماما حاطه شوربه وفراخ. تمام. لمعتز بيقول لي قولي ليا. ايوه ليك. بس بيلا بقى هنا القطه بتاعتنا كانت بصوا شمت ريحه الفراخ من هنا طالعه لي هتنتحر، عايزه تدخل في قلب البرطمان ده. اه والله بصوا طلعتها من قلبه. قلت لها خليكي دلوقتي لما يجي صاحب الحاجه يشوفها، لان دي تعتبر امانه برضو. هنا بقى كنا خلصنا واتغدينا وكل حاجه، وهنا بقى قاعدين بنكتب في صوره البينه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، فيديو بسيط خفيف لطيف. دعوة حلوة منكم ليا بالشفاء، ودعوة حلوة منكم ان ربنا يقويني على انا فيه وربنا يعيني كده ان شاء الله، ونكمل بقى مذاكرتنا.